السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وعلى خير كاع من كما جيتوا. اليوم جبت لكم مملحات بواحد العجينه قطنيه هايله البنات، خفيفه خفيفه ريشه وتجي قطن، يعني قطن بمعنى الكلمه. وتصلح هذه العجينه للسوفلي، تصلح للميني بيتزا، تصلح للهامبرغر، تصلح يعني كل انواع المملحات. راح نديروها على شكلين. هذا اللي تشوفوا فيها انا طيبته فيه لي كيسات، وراكم تشوفوا هذه ميني بيتزا. راح نديروها صلصه الجبن، يعني صلصه بيضاء. بسم الله، اذا على بركه الله، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. راح نبداو الوصفه تاعنا. نحتاج علبه تاع ياغورت طبيعي، نحتاج مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع سكر، نحتاج حبه بيض، ونحتاج مغرف صغيره تاع ملح، نحتاج الفارينه، الزيت والماء دافي، ونحتاج مغرف كبيره تاع المارغرين او الزبده. اذا راح نبداو نديرو الياغورت هو الاول، وراح نعبرو بنفس العلبه تاع الياغورت اللي هذه راح نديرو 2 علب تاع ماء دافئ. يعني راح نعبرو بالعلبه تاع الياغورت الطبيعي، نديرو الماء دافي ونديرو نص علبه تاع زيت، نديرو نص علبه تاع زيت، وراح نديرو الخميره، وراح نديرو السكر، وراح نديرو البياض، بيضه فقط، الصفار نحتفظوا به باش نزينوا به لي سوفلي او المملحات تاعنا. الملح ما راحش نديرو دروك، حتى كي نبدا نضيف الفارينه باه نضيفو الملح، هكا باه الخميره تاعنا تخمر لنا بالخف. فوالا نديرو الفارينه ونزيدو الملح ونقعدو نخلطو حتى نتحصلوا على عجينه طريه تكون تتلاصق في اليد. السر تاع المملحات باه يجوك خفاف ويجوك شابين، لازم ما تنشفوش العجينه بزاف، تخلوها تلاصق في اليدين هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا راح نضيف لها مغرف تاع مارغرين، والا ما كنتيش حابه تضيفي لها المارغرين يعني في الديبي في البدايه ديري عبر تاع زيت، يعني هذاك القوط تاع الياغورت عمريه بالزيت. فوالا نقعدوا ندخلوا في ديك المارغرين، ورانا ندلكوا فيها وندخلوا في المارغرين حتى تلم لنا العجينه وتولي معنا رطبه. كما راكم تشوفوا العجينه راهي طريه، شوف هكذا نقعدوا ندلكوا فيها وندخلوا لها فيها حتى تشكل معنا يعني وتولي اليس. فوالا في هذه المرحله نغطوها ونخلوها تخمر. نجيبوا المقله راح نخدموا فيها كلش. ندير هنايا عندي قيس 20 مل فقط تاع داند اشي، نديروا الملح والفلفل الكحل فقط، نقليه مليح في المقله، ومن بعد نديروا مغرف كبيره تاع مارغرين كما راكم تشوفوا، وندير نص مغرف كبيره تاع فرينه ونص مغرف كبيره تاع يعني عمروها مليح، نص مغرف معمره مليح تاع المايزين. يعني الكريمه تاعنا المايزينا راح تخلي الكريمه تاعنا خفيفه، والفارينه راح تخليها تجينا كريميه. فوالا نقلوها مليح نحمصوا ديك الفارينه، ومن بعد نضيفوا زوج كيسان عفوا. هذا الكاس اللي يرفد 240 مليلتر راح نضيفوا 2 كيسان تاع حليب، ونقعدوا نخلطوا فيها حتى نشوفوها بدات تعقد معنا. راح نضيفوا لها الفرماج، ضيفي اي نوع تاع فرماج راكي حباتو، تاع البيدون تاع القوطي تاع البورسيون ولا المبشور، يعني تقدري ديري بنابولي بسبيدو اي فرماج عندك، المهم ديري الفرماج وخلاص هذا ما كان. شوفوا هاي عقدت معنا، راح ندير ما تخلوش حتى تنجمد بزاف البنات، اصلا كي تبرد راح تزيد تشد روحها. نديروا الفرماج تاعنا وندخلوه مليح نذوبوه ونطفوا عليها ونخلوها تبرد تمام. العجينه تاعنا بعد ما خمرت هاي ليك، شوفوا كي جات طريه وجات شابه، شوفوا يعني خفيفه خفيفه ريشه، شوفوا كي خمرت بالخف. راح نديموليوها او نديغازيوها عفوا، وندهنوا البلون دو طرافاي تاعنا بالزيت. راح نعاون روحي بالزيت، وإلا كنتي حابه تجيك مقرمشه ديري الفارينه. نقسموها ديبول، نشكلوها على شكل كريات الحجم اللي حبيتيه. فوالا الشكل الاول راح نديرو البنات، راح نطيبو فيه لي كيسات. تبعوني مليح، شوفوا هذه الفكره تقدروا ديروها لاعياد الميلاد يعني، ولا حتى المناسبات العقيقه ولا الافراح، لما لا هكذا يعني الطيب في الكيسات تاعها، وديروها في دي ساشي بريزونطابل، كل حبه ديروها في ساشي وغلقوا عليها وقدموها مع الغازوز ولا مع المشروبات كفكره، يعني تجي هايله.
شوفوا هكا ديروها في لي كيسات وخلوها تخمر، وراح نطيبوها في الكيسات، ما راح تلصق ما والو. والثانيه راح نديروها هكا ديبول ونخلوها تخمر، ومن بعد نرجعوا نشوفوا كيفاش نديروا لها. هذا النوع الثاني. فوالا نغطيو عليها ونخلوها تخمر، ما راح تدي معنا وقت كبير. فوالا ها النوع الاول هاوينا كيخمر. شوفوا البنات راح نثقبوه في الوسط مليح مليح بالفرشيطه هكا ما يطلع عناش، ونديروا الجون داف ندهنوا بصفار البيض من الاطراف، وديري الجلجلان ولا ديري الزراره انتي شنو حبيتي، ونعمروها بلا فخص من الداخل. ونديروا الزيتون، بغيتي تضيفي الفرماج ضيفي في هذه المرحله، انا يعني ما كانش عندي نسيت ما شريتش. فوالا هكا ونديروا الزيتون وراح ندخلوها للفرن الطيب، الفرن شعل من الفوق ومن تحت. هذا النوع الثاني راح نبسطوا هذه لا ميني بيتزا، راح نديروها يعني نحفروها مليح مليح مليح، نخلو غير الكوتي شويه طالعين، الحواشي فقط شويه طالعين هكا. وراح نعمروها سبقوا باللي درناهم الولا طيبوهم لو طون لي يطيبوا هذوك يكونوا ديجا عاودوا خمروا معانا. فوالا هكا ونعمروا مليح الداخل، نديروا لافاس تاعنا الداخل نعمروها، ونديروا الزيتون وندهنوا الاطراف بصفار البيض اللي كنت درت له مورف تاع خل وشويه قهوه ولا شويه حليب، عطريه باش حبيتي. هذا ما كان. وهي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم جدد. شوفوا لي ذاك الشبوب كي جا داير، شوفوا يعني صدقوني جات خفيفه 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 ريشه وقطن، راكم تشوفوا في العجينه يعني انا ندرك عليها ويتعاود ترجع. شوفوا هذا النوع اللي قلت لكم تقدروا ديروه في المناسبات هكا كي راهي بالكيسات تاعها، وتدخلوها في ساشي وتغلقوا عليها وتقدموها. وهذه لا ميني بيتزا تاعنا شوفوا كيفاش جات دايره، جات هايله البنات صدقوني جات ولا اروع. وهذيك لا كريم عفوا صلصه الجبن تقدروا ديروا وتعوضوها بصلصه تاع الطوماطيش، يعني بيتزا عادي ديروا فيونداشي ولا وديروا صوص طوماط معاها، لكم الاختيار يعني. ولا تقدري ديريها بالتشكتوكه ديريها بالسلق كيما حبيتي. انا عطيت لكم الفكره تاع العجينه وانتم ابدعوا. فوالا هاي ليك شوفوا كي جات دايره، يعني جات طريه هذيك لا كريم راكم تشوفوا فيها، والعجينه جات ريشه ريشه. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم البنات. ما تنسونيش بجام وبارطاج فضلا وليس امرا. في الفيديو الجاي الى اللقاء.